تعرفي يعني ايه ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ هو ال1000 شهر دول عامة قد ايه؟ حوالي قد ايه؟ ال1000 شهر دول اتحسبوا طلعوا 84 سنة. يعني انتي ليلة القدر ليلة واحدة بتبقى افضل من 84 سنة. يعني ايه؟ طيب برضه انا مش فاهمة. يعني لو انتي صادف ليلة القدر دي وتصدقت بصدقة بيتحسب لك ان انتي 84 سنة بتتصدقي. طيب لو قمت الليل وصادف معايا ان دي فعلا طلعت ليله القدر، بيحسب ليك ان انت قمت الليل 84 سنه. لو عملت اي عمل كويس متقبل عند ربنا في ليله القدر دي، بتحسب لك ان انت عملت العمل ده حوالي 84 سنه. تتخيلوا قد ايه؟ طيب ليله القدر احنا المفروض نعمل فيها ايه؟ المفروض ان احنا ندعي كتير جدا في ليله القدر. طبعا نقيم الليل، نصلي. احنا مش بنقول ان انت من بعد مثلا صلاه العشاء تفضلي تقيمي في الليل لحد الفجر، لا. انت ممكن تصلي على قد مقدرتك، وممكن تصلي شويه وتفصلي شويه، مثلا تاكلي حاجه، تشربي حاجه، تعملي اي حاجه انت عايزاها مثلا وترجعي تاني. او تفصلي ما بين الصلاه مثلا بان انت تقعدي تريحي شويه كده وتقعدي تدعي ربنا وتذكري ربنا. يعني الذكر، الدعاء، الصلاه، خلاص. اي عمل صالح متقبل عند ربنا تتصدقي، خلاص. يعني احنا قلنا لو صادف في يوم ان انت صدقتي وطلع ده يوم، او انا اسفه، ليله القدر، بيتحسب لك كانك اديلك 84 سنه بتصدقي. يا جماعه دي ليله عظيمه جدا، احنا ما نعرفش قدرها قد ايه وعظمتها قد ايه وثوابها العظيم عند ربنا قد ايه. احنا لو نعرف فعلا هنغتنم العشره كلهم ان هم كانهم ليله قدر. انت ما تعرفيش انهي ليله فيهم هتبقى ليله القدر. النهارده 22، النهارده الخميس. ليله النهارده هتبقى ليله الجمعه اولا، وليله 23. ويقال والله اعلم، والله اعلم، ان الاصدق ان لو هو صبح يوم وتر طبعا او يوم فردي اللي هو زي 23، ويكون كمان يوم جمعه. انت مش هيبقى في ايام جمعه تانية جايه هتصادف ان هو هيبقى يوم وتر، خلاص. العيد هيبقى يوم الجمعه، مش هيصادف تاني ايام من ايام رمضان او ايام فرديه، هيبقى يوم جمعه. فالله اعلم، والله اعلم، والله اعلم، ان النهارده يوم ان شاء الله باذن الله نحتسبه عند ربنا انه يكون ليله القدر. عايزين ننتهز الفرصه يا جماعه، وادعي كتير جدا جدا باي شيء انت بتتمنيه في خيالك. ما تعتبريش اي شيء في خيالك ابدا ان هو مستحيل عند ربنا نهائي خالص. مفيش مستحيل عند ربنا. ادعي كتير جدا، اذكري ربنا كتير جدا باي اذكار في بالك او في دماغك، او اي حاجه عايزه تقوليها ادعي بيها واذكري ربنا كتير جدا. وصلي على قد ما تقدري تصلي، صلي، خلاص. حتى لو انت مش بتقدري تقومي وتصلي وتركعي وتسجدي، صلي وانت قاعده في مكانك، ان شاء الله ربنا يتقبل منا. ربنا يا رب يجعلنا من اتقاء ليله القدر ومقبولين فيها، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يقبلنا فيها ويقبل دعواتنا ويقبل اعمالنا الصالحه كلها فيها ان شاء الله باذن الله. لا تنسوني في الدعاء. سلام.